مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم باذن الله راح ندير معكم دجاج محمر على الطريقه المغربيه كما يقولوا له هما دجاج بالدغميره. بالنسبه لهذه الوصفه راني معتمدتها اكثر من 5 سنين، يعني طريقه ناجحه مضمونه، وصدقوني اي واحد كلاه عندي يعجبه بزاف ومام يطلب لا غوسيت تاعو. بالنسبه للدجاجه راني شوطتها من قبل، غسلتها نقيتها، درتها في باسينه، درت فيها الماء والملح والخل باش تتنحى لها الزفوريه، وخليتها حتى انقطرت من الماء كسا باش جيت نخدمها. بالنسبه للتوابل نحتاج مغرفه تاع ماكله زنجبيل، ومغرفه كركم، مغرفه صغيره فلفل احمر حلو مرحي، ونص مغرفه صغيره فلفل كحل، مغرفه صغيره قرفه مرحيه، 5 حبات هيل، وبالنسبه لي انا ما كانش عندي زعفران درت كولوغ، نص حبه قارص اللي كنت عصرتها، مغرفه صغيره ملح، 6 فصوص نتاع ثوم اللي كنت ربيتهم، نص مغرفه صغيره فلفل احمر حار مرحي، كميه من الدبشه والمعدنوس اللي مخلطين ومقطعين، حبه قارص اللي مرقده تنحي لها اللب تاعها ديريه كامل. بالنسبه لي انا الحبه تاع القارص راهي صغيره، اذا كان حبه القارص كبيره ديري غير نص حبه. وبالنسبه للقشره نحتفظ بها للتزيين باذن الله. حوالي نص كاس تاع الماء نخلط ونرقد به الدجاجه. اذا كان حبيتو ديروا ربع كاس ديروا ربع كاس، انا بالنسبه لي ندير نص كاس باش من بعد ما نزيد لهاش الماء نهائيا، يعني هذا نص كاس راح طيب به. هنايا نرقد الدجاجه مليح مليح، حاولوا ترقدوها يعني في كل بلاصه، لداخل برا تحت الجلده، يعني حاولوا ترقدوها مليح مليح. ودوك ندير لها ثقوب بالعود تاع السنين ونخليها ليله كامله. اللي يكون مزروب يعني باش يطيبها حاولوا تخليوها على الاقل 2 سوايع حتى 4 سوايع باش يجيكم الدجاج فتي ويجيكم بنين. هنا حاولت نعت لكم القرعه تاع القارص المرقد، هذه القرعه يعني فيها بزاف وتسوى 32,000، كما تقدروا تشريوه من عند اللي يبيع الخضره، تشريوه بالحبه على قياسكم. هنايا مفيلمي على الدجاجه تاعي نحطها في الفريجيدير ونخليها ليله كامله. هنايا في الصباح نجبدها، انا درت لها الخيوط باش تعاوني، يعني كي نحطها في البوبيطون نبدا نحرك فيها مره على مره باش ما يطيروا لهاش الجنحين وما تفزتش الشكل تاعها. نحطها على الزدر ونكب عليها هذيك لا ماريناد اللي بايته فيها، كما قلت لكم انا ما نزيد لهاش الماء. اذا كان حبيتوا في الاول ديروا غير شويه تاع ماء، وفي هذه المرحله تشلوا الطبسي تاعكم بالماء وتزيدوه، لكم الاختيار. نزيد عليها حبه بصله اللي كنت مقطعتها مربعات مانيش ريحيتها، نزيد عليها نص كاس نتاع الزيت. اذا كان حبيتو تقلوا قلوا شويه، ديروا غير ربع كاس، عود نتاع قرفه، وقليل من السمن، ماشي الزبده، لازم تكون بالسمن. في الاول نحط الدجاجه تاعي على زدرها ونخليها طيب شويه، انا خليتها حوالي 20 دقيقه وهي على زدرها. بالنسبه للمغط تاع البوبيطه ما نقفلوهاش كامل، نعاود نقلبها على ظهرها ونخليها حوالي بين 20 دقيقه حتى نص ساعه وهي على ظهرها. بعد ما طابت 20 دقيقة حتى نص ساعة على ظهرها قلبتها على كرشها يعني على زدرها وخليتها حتى انطابت تماما. هنا كي تدخلوا كيغدو تلقاو الدجاجة تاعكم ماهيش تخرج لكم في الماء، تعرفوا بلي الدجاجة راهي طايبة. نحيتها حطيتها في البلا وجيت هنايا باش نوجد الدغميرة كما يقولوا هما. زدت لها 3 حبات تاع بصلة اللي كانوا مقطعين، وهذه هي الدجاجة خليها تبرد شوية. بعد ما زدت لها البصله في الاول خليتها طلقت شويه روحها، نزيد لها هنايا حوالي 10 حبات نتاع كبده حتى ل 11 حبه، نخليها طيب، ومن بعد نزيد لها حوالي 250 غرام نتاع الزيتون اللي كنت غليته من قبل وقطعته. كما قلت لكم هذا دجاج على الطريقه المغربيه. هذه هي الدجاجه بعد ما طابت، نحيت لها الخيط ودهنتها بالسمن. المقطع فاصيته لانه كنت نبان في البلا.
بالنسبة للدغميرة المغربية راهي واجدة كما راكم تشوفوا فيها، راهي عاقدة. بالنسبة للدجاجة تاعي كي دخلتها للفور مرة بما انه دهناها بالسمن، مرة نخرج البلا نعاود نهز بالمغرفة هذاك السمن ونعاود نكبو عليها باش ما تجينيش شايحة وفي نفس الوقت تجيني محمرة. ها هي الدجاجة تاعي بعد ما حمرتها نحطها في الطبق تاع التقديم، واكيد راح نزينها تزيين مغربي كما يحطوه هما. ندور بها الدغميرة، تقدروا تزيدوا تقليوا معاها البطاطا وتقدموها معاها. انا حاولت نخليها غير كيما هكا. بالنسبه للتقديم قدمت معاها الزيتون مرقد، وهذا هو الشكل النهائي تاع وصفه اليوم. نتمنى انه تكون نالت اعجابكم. صدقوني اذا كان جربتوها راح تكون معتمده عندكم، وبالنسبه للوصفه يعني راهي ناجحه ومعتمده. الزدر تاعكم راح يجيكم طري وفتي وفي نفس الوقت ما يجيكمش شايح. اكيد اذا كان جربتوها راح تعرفوا على واش راني نهضر. دمتم اوفياء، الى فيديو اخر باذن الله. بسلامه.